السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنبدأ ان شاء الله في اول تفريزات لرمضان. كل سنة وانتم طيبين وجميع الأمة الإسلامية بخير ان شاء الله. معايا هنا قفص طماطم او عداية طماطم 30 كيلو. الطماطم دي نوع حبيته انضف واحسن نوع للتخزين وللطبيخ عامة. العداية 30 كيلو كانت ب100 وسعرها حلو قوي كده. معايا هنا بقى كده كمية الطماطم زي ما انتوا شايفين ووريتكم في اول الفيديو. معايا طبق كبير استانلس مليان مية، والحلة الكبيرة اكبر حلة في الطقم عندي علشان ما شاء الله كمية كبيرة. انا هنا بقى فرست الطماطم. طلعت اللي هي الناشفة شوية دي، هي كلها ناشفة بس فيها ناشفة قوي وبيضة يعني. الطماطم دي عامة انا كنت جايباها ما كانتش حمرا قوي كده، يعني انا سبتها يومين في السبت اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده لعند لما احمرت كده هي كانت بيضة. علشان ما تبصش معايا. ما شاء الله الكمية ما طلعتش اي حاجة بايظة خالص او اي حاجة طرية. وهتشوفوا دلوقتي، شوفوا المية ما شاء الله دول اللي طلعوا منهم يا دوب، بس بشيل الحتة المكان العنقود بتاعها وبسيبها. ما شاء الله الله اكبر، ما كانش فيها اي حاجة وحشة. كده خلاص انا بقى خلصت الكمية. زي ما انتوا شايفين انا بوريكم مش شايلة للمكان العنقود بحرف السكينة كده يا دوب علشان ما هقدرش منها حاجة. وهولع بقى عليها النار وهدي خالص النار عليها علشان انا كنت في اليوم دون كنت بعمل البطاطس برضو. يعني انا في اليوم ده مفرزة الطماطم والبطاطس مع بعض، بس انا هعمل كل حاجة يعني كل حاجة لوحدها في فيديو منفصل علشان الفيديو ما يطولش عليكم. معانا هنا الطماطم بعد ما خلصت، يعني انا حطيت الطماطم استوت زي ما انتوا شايفين كده. عقبال ما قشرت كنت البطاطس وخلصتها كانت الطماطم خلصت. زي ما انتوا شايفين كده. هي كده خلاص. هدخل بقى على المرحلة التانية اللي هي انا هفرم الطماطم في الخلاط. ما شاء الله الكمية معايا هي يعني قلت شوية ومش هضيف عليها مية وانا بفرم في الخلاط عشان تبقى تقيلة زي ما انتوا شايفين. معايا هنا بقى المكون التاني نص كيلو من البنجر. معلش اسفة. بصوا ايدي اتبهدلت خالص مكان ما كنت بقشر. بصوا. لما تيجوا تشتروا البنجر ما تجيبوش الكبيرة لانها بصوا بتبقى مبيضة زي ما انتوا شايفين كده. احسن حاجة الصغيرة علشان ما يكونش فيها حتت بيضة زي الكبيرة دي. انا البنجر دوت هفرمه في الخلاط مع شوية مية من سلق الطماطم. سبت شوية مية من السلق على جنب للبنجر عشان افرم البنجر فيه. هروح بقى افرم في الخلاط وارجع معاكم. كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي بعد ما البنجر اتفرم في الخلاط ما شاء الله اللون عامل ازاي. انا بقى هضيف البنجر على الطماطم. عايزه اقولك ان هي طلعت في الاخر وهميه زي الصلصه بالظبط، الصلصه الجاهزه. يعني انا عملت كميات كده، يعني دي خلاص كده طماطم مركزه او صلصه مركزه. هبدأ زي ما انتوا شايفين كده عشان كان فاضل معايا في الحلة قد ايه. فالصراحة يعني ايه مرضتش ان انا ارميهم فشطفتها كده تاني ونزلت عليها. هقلب بقى كويس الخليط ده كله في بعضه بالمغرفة زي ما انتوا شايفين كده. هقلبه كويس الاول وابدأ اصفيها بمصفى ضيقة. يعني عارفين المصفى اللي هي بتاعة الاعشاب والحاجات دي. نفس المصفى بس بقى على اكبر كده علشان ما تنزلش معايا اي حاجة لا بذر ولا تفل اللي هو بتاع الطماطم بعد ما اتفرمت. طبعا الطماطم مسلوقة معانا فلازم هيبقى هيبقى فاضل فيها تفل، فاحنا مش عايزينه. احنا عايزينها صافية تماما ما يكونش فيها اي حاجة. هروح انا بقى اصفي وارجع معاكم تاني عشان الفيديو ما يطولش. بس يعديها بقى تقليبتين كده الاول واصفي الاول وارجع معاكم. كده بقى يا حبايبي بعد ما اتصفت ما شاء الله الله اكبر، شايفين القوام عامل ازاي.
اللهم بارك، جميلة والملمس بتاعها ازاي وتقيلة، يعني انا ما زودتش مية خالص. الله اكبر، يعني يدوب شوية كده مركزة، صلصة مركزة، يعني يدوب شوية صغيرين هتكملي عليهم بالمية. هنا بقى يا حبايبي بعد ما عبيت الطماطم، اللهم بارك، عملت معايا 40 كيس بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، ولسه هتتخف بالمية. يعني ما شاء الله، الله اكبر، جميلة جميلة قوي يا بنات. موفرة جدا، يعني 30 كيلو ب100، ما شاء الله موفرة. وعملت معانا قد كام طبخة، يعني 40 طبخة. والكمان الكيسين الكبار دول عشان كانت الكياس خلصت مني، فانا حطيت الكيسين الكبار دول مع بعض. يا رب بقى الوصفة تعجبكم. والنبي بقى يا بنات، لو الوصفة عجبتكم ما تنسونيش في اللايك، عشان انا فعلا تعبت قوي في اليوم دوت، لان كنت مفرزة الاتنين مع بعض، البطاطس والطماطم. فوالله هلكت بجد، وغير المونتاج خد مني وقت. يعني ايه، يعني تعليق حلو كده منك يديني طاقة ايجابية كده، ويشجعني ان انا افيدكم او انشر المزيد على القناة. ويا رب القناة تعجبكم. معاكم دنيا هشام من قناة لقمة هنية على اليوتيوب.